بتبدأ الحكاية والبوليس قالب الدنيا في منطقة اسمها توتشيجي في اليابان، بيدوروا على شوية ناس تايهين. بيلاقوا مكان نار شكلها كانت والعة من كام يوم فاتوا، وجنبها كاميرا تصوير قديمة مرمية على الأرض. واحدة من الضباط بتكمل تدوير لوحدها وبتوصل عند بيت قديم شكله غريب ويخوف. بتفتح الباب بتتفاجئ بتماثيل خشب جوه. بتبص تحت رجليها فبتلاقي سائل أحمر بينقط على كتاب عنوانه الخرافة. الست بتتفزع وبتصرخ بأعلى صوت. وبنروح لمشهد تاني، بروفيسور اسمه ريو ومعاه مترجم اسمه كازانوري إيتيكو، رايحين يكلموا راجل قاعد على كرسي بعجل، وشه كله متغطي بشاش وضمادات ومتغطي كله بكيس بلاستيك شفاف. بيبدأوا يسألوه عن اسمه، ما بيردش. بيسألوه طب فاهم احنا بنقول ايه؟ بيرد وبيقول ايوه. هنا كازانوري بيقول لريو ان الراجل ده شكله امريكاني. الراجل بيسألهم هو فين، فبيقولوا له انه في امان في مكان شبه المستشفى. وبعدين بيسألوه لو فاكر ايه اللي حصل له، بيقول لهم لا مش فاكر. بيقولوا له انهم هنا علشان يعرفوا هو مين. بيشغلوا فيديو على لابتوب، بتظهر فيه بنت اسمها كيت بتصور نفسها فيديو بكاميرا، بتقول انها جابت كاميرا جديدة ومستعدة تسافر اليابان. بتكمل كلامها وبتقول ان صاحبها جاي طيران من سان فرانسيسكو وكان نفسها تبقى معاه على نفس الطيارة، بس مش مشكلة علشان هي اصلا محتاجة تنام في الطيارة. بتقول انها قلقانة على صاحبها التاني لانها مش عارفة رد فعله هيكون ايه ناحية السفرية دي. وبتقول انهم اصحاب من ايام الحضانة، وغير انه بيتكلم ياباني شوية فهي شايفة انه محتاج السفرية دي كفال خير عليه، خصوصا ان جات له ازمة نفسية السنة دي بعد ما اخوه مات في حادثة بشعة جدا. بتشرح سبب سفرها لليابان، وهو انها بتعمل رسالة عن الدراسات الدينية، تحديدا ازاي الدين بيغير الاساطير والعكس صحيح. وفي نفس الوقت عاوزة تصور معابد شينتو ومعابد بوذية قديمة ومحدش بيروحها كتير في الأرياف في اليابان. الفيديو بيقف والبروفيسور بيسأل الراجل اللي متغطي ده وبيقول له عارف دي مين؟ الراجل بدل ما يرد بيسألهم هم لقوا الفيديو ده فين؟ البروفيسور بيصر تاني انه لازم يعرف اسمه. وهنا بيبدأ فلاش باك بيرجعنا 5 أيام لورا في طوكيو. كيت راكبة تاكسي ومعاها كريس صاحبها اللي قلقانة عليه، بتتكلم في الموبايل مع حبيبها جيمس، بتقول انهم هيوصلوا خلال 10 دقايق. بتقفل المكالمة وهي بتقول له بحبك. وبعدين بتبدأ كلام مع كريس بتقول انهم بقالهم كتير ما شافوش بعض وانها مبسوطة انها شافته. كريس بيرد وبيقول لها هو كمان. بعد كده بيوصلوا الفندق وبيلاقوا جيمس حبيبها مستنيها عند المدخل، بيسلم عليها وبيمد ايده يسلم على كريس. بيطلعوا اوضهم وبعدين بينزلوا يتمشوا ويستكشفوا شوارع اليابان. كريس ماسك الكاميرا وعمال يصور لحظاتهم، صور وفيديوهات للخروجه، بس مركز قوي على كيت. جيمس حبيبها بياخد باله من الموضوع ده وبيكلمها فيه. ولما بيرجعوا الفندق جيمس بيقول لكيت انه مش مرتاح لكريس ده. بتساله انت غيران؟ فبيرد وبيقول لها لا، بس لما بيسالها سؤال عن بقالهم قد ايه اصحاب هي وكريس ما بتردش على سؤاله، وبدل كده كيت بتبوسه. وتاني يوم بيوضبوا شنطهم وبياخدوا قطر علشان يسافروا رحلة جوه البلد. في القطر جيمس بيسأل كريس ازاي يتعلم ياباني وبقاله قد ايه هو وكيت اصحاب. كريس بيرد انه اتعلم ياباني علشان كان نفسه يجي هنا طول عمره، لكن ما بيقدرش يجاوب على السؤال التاني. كيت بتشيل سماعتها وبتسألهم بيتكلموا في ايه. كريس بيقول لها بيتكلموا عليها هي. والمشهد بيرجع تاني للبروفيسور ريو وكازانوري مع الراجل المصاب، والمترجم بيقول للبروفيسور ان الراجل ده ممكن يكون جيمس حبيب كيت، او ممكن يكون كريس هو اللي بيحكي الحكاية. والكاميرا بترجع فلاش باك تاني لما وصلوا حي ياباني شعبي كده، وكيت بتصور ذكريات مع كريس. فجأة كريس بيقول لها انه حاسس انه عزول بينهم هي وجيمس. كيت بتقول له معلش هي ليلة واحدة بس. هو بيوافق وبيكمل يفك شنطه. بينزلوا يتمشوا تاني وبيدخلوا محل انتيكات بيبيع تحف وحاجات يابانية قديمة، بيقعدوا يقيسوا حاجات مختلفة. وكيت بتلاقي كتاب الخرافة اللي شافته الضابط في أول الفيلم، بتمسكه وبتفتحه بتلاقي صورة لمعبد شكله جميل جدا. بتنادي على كريس وبتسأله لو يقدر يقرأ المكتوب فيه. كريس بيقول لها إن ده شكله زي مذكرات، وبيجيب سيرة شخصية محتالة بتقدر تغير شكلها، نص ست ونص ثعلب. كيت بتسأله لو يقدروا يعرفوا مكان المعبد ده، وكريس بيأكد لها انهم يقدروا. بيروحوا عند الكاشير علشان يشتروا الكتاب. صاحبة المحل بتتخض اول ما بتشوفه في ايدهم، بتسألهم فورا جابوه منين. كريس بيقول لها لقاه على الرف. الست بتقول لهم ان الكتاب ده اختيار مش كويس وانه مش للبيع. كيت بتحس بالإحباط وبتقول لكريس يسألها عاوزة فيه كام. قبل ما كريس يلحق يتكلم الست بتقول لهم يمشوا علشان هي هتقفل المحل. كيت بتسأل كريس ايه اللي حصل، بس هو مش فاهم حاجة، مش فاهم هم عملوا ايه غلط. حبيبها جيمس بيقنعهم انهم يمشوا وفعلا بيمشوا. وبالليل جيمس بيقترح يروحوا نادي ليلي، بس كيت بترفض وبتقول انها تعبانة من فرق التوقيت والسفر. في الآخر جيمس بيخرج هو وكريس، وفي النادي جيمس بيرقص وبيبوس واحدة أي كلام كده ما يعرفهاش. كريس بيشوفه بيصوره بالكاميرا وهو بيعمل كده.
وبنرجع تاني للبروفيسور ريو وكازانوري وبيسألوا الراجل المتغطي ده لو عرف هو مين، وبيقولوا إن ده سؤال كويس. وبنرجع لكريس اللي خرج بره النادي ورجع تاني لمحل الانتيكات اللي كانوا فيه الصبح. بيشوف كتاب الخرافة محطوط، بياخده وهو مبتسم وبيفكر ان كيت هتفرح بيه جدا. ولد صغير بيقرب منه من وراه وبيسأله ممكن يساعده بايه. كريس بيتخض وبيبصله وهو مبتسم، فبيسأل الولد هو بيشتغل هنا. الولد بيقول له ايوه. كريس بيسأله مفيش حد كبير موجود. الولد بيقول له ان هو كبير وبيقول له انه قرب يبقى عنده 9 سنين. كريس بيوافقوا الكلام وبيقول انه عاوز يشتري الكتاب. شوية وبنشوف كريس خارج من المحل ومعاه الكتاب فعلا. بيروح بار علشان يشرب حاجة وبيقابله راجل بيقوله ان المعبد اللي في الكتاب ده ملعون جدا وهيتعبك او هيصيبك بالمرض. بيحذره انه ما يروحش هناك. بيقول ان في معابد تانية كتير في اليابان. كريس بيتجاهل التحذير وبيسأل صاحب البار يقدر يلاقي المعبد ده فين. بيعرف منه انه فوق الجبل اللي القرية بتاعت صاحب البار تحته. كريس بيسيب البار وبيحاول يشتري كنز من مكنه بره. الفلوس بتقع من جيبه وهو بيوطي علشان يلمها. بتظهر جنبه ست مشرده شكلها غريب وبتوطي هي كمان تلم له الفلوس. كريس بيلمح على راسها علامات شبه القرون. بيترعب وبيجري، وهو بيجري بيوقفوا مجموعه رجاله لابسين ماسكات معموله من سلال على راسهم. بعد الموقف ده بيرجع لمكان الاقامه بتاعهم وبيسيب الكتاب على الرف جنب كيت وحبيبها جيمس وهم نايمين. ايد وحش بتنزل من فوق علشان تخطف الكتاب، وده بيخليه يشوف خيالات أو هلاوس ورا بعض. كريس بيصحى الصبح بيكتشف إنه كل ده كان حلم. أول ما بيفتح عينيه بيلاقي كيت قاعدة قدامه مبتسمة وبتقرأ الكتاب اللي جابه لها. بتسأله جابه إزاي؟ بيقول لها دي قصة طويلة، وبيقول لها إنه يقدر يلاقي المعبد. هي بتبتسم وبيبدأوا رحلتهم. بيوصلوا قرية وبيروحوا يكلموا راجل. الراجل بيتجاهلهم وبيبتدي يجري منهم. بيطلعوا لقدام شوية وبيقابلوا ست بيسلموا عليها، فبترد عليهم السلام. فبيسألوها لو في لوكاندا أو سكن قريب يقدروا يقعدوا فيه. الست بتبص حواليها تتأكد إن محدش شايفها وبتشاور لهم على مطعم فوق التل. بتقول لهم ممكن يلاقوا أوضة هناك. راجل عجوز بينادى عليهم وبيسألهم إيه اللي جابهم قريته. كريس بيقول إنهم جايين يشوفوا المعبد. الراجل بيقول لهم ممكن يروحوا لوحدهم. بعدين الراجل بيقول لهم إن المكان ده اسمه معبد هيتوهي. بيحكي لهم قصة ولد اسمه هوشي اتسمى على اسم المعبد. وهو طفل هوشي زار المعبد ده وشاف فيه رؤى وخيالات كتير. بعدين الراجل العجوز بيقول ان الولد ده نزل من الجبل وهو شايل عينيه في ايده. كيت بتسأل يعني ايه الكلام ده، بس كريس بيقول لها انه مش عارف وبيشكر الراجل وبدأ يمشي والباقيين وراه. بيوصلوا المطعم وجيمس بيخبط على الباب وست كبيرة في السن بتخرج. بيسألوها لو عندها أوضة فاضية. بتقول لهم أيوة وبتطلب منهم يدخلوا. وجوه كريس بيلمح باب مفتوح. بيبص بيلاقي راجل أعمى تماما من غير عينين خالص. الراجل بيوجه وشه ناحيته. كريس بيترعب وبيجري. وبالليل متأخر كيت وحبيبها جيمس بيقولوا لكريس انهم نازلين يتمشوا شوية. وهي ماشية كيت بتسأل جيمس رأيه ايه في المكان. بيقول لها انه تحفة. كريس بيكون لوحده في السكن والست العجوز صاحبة المكان بتجيله ومعاها بطانية تديها له وبتعزمه يشرب معاها حاجة بره. بتقول ان الجو بيبقى برد بالليل عادة وهما بيشربوا مع بعض. كريس بيسألها عن المعبد. بترد وبتقول مفيش حاجة تتقال عنه غير انه بعد ما المحجر اللي جنبهم قفل محدش بقى بيزور المعبد ده اصلا. هي كان عندها 17 سنة وقتها. بعدين بتقول انها محتاجة تروح توضى بالسراير وبتسيبه وبتمشي. كريس بيبدأ يصور الأوضة بالكاميرا بتاعته. فجأة بيشوف الولد الصغير اللي باع له كتاب الخرافة. بيسأله بتعمل ايه هنا؟ الولد بيرد وبيقول له ده بيتي وانا باجي القرية دي من وانا طفل. بعدين بيعرض على كريس انه يوديه هو المعبد وكريس بيوافق. الجدة أو الست العجوزة بتقاطعهم وبتقول إن ده وقت النوم. وهو رايح ينام كريس بيقابل هوشي الراجل الأعمى بره. بيروح له وبيسأله إيه اللي حصل لعينيه وبيستفسر عن قصة المعبد. هوشي بيبدأ يحكي وبيقول إنه من سنين كان في أطفال بيختفوا من المنطقة. الشرطة تتبعت الموضوع ووصلت للمعبد ولقوا راجل هناك راهب متجول كده. حققوا معاه بخصوص الأولاد المفقودين بس ما صدقوش إجاباته فقتلوه. الأولاد دول عمرهم ما تلاقوا. هوشي بيقول إنهم كل سنة بيولعوا شموع وبيدعوا من قلبهم علشان الأطفال دول يرجعوا. وبالليل متأخر كيت وجيمس رجعوا الأوضة وكانوا في وضع مع بعض. كريس بدأ يصورهم من أوضته. فجأة بيلمح راجل بيقرب وبيفتح باب أوضته بالراحة علشان يبص عليه. لما الراجل بيكتشف إن كريس مش نايم بيجري. كريس بيقوم علشان يحاول يشوف مين ده بس في محاولته دي بيقاطع كيت وجيمس. جيمس بيتضايق وبيسأله وهو متغاظ انت مبسوط بالفرجة ولا ايه طالما مش نايم. كريس بيعتذر وكلهم بيرجعوا يناموا. وتاني يوم الصبح الولد الصغير بياخدهم في اتجاه المعبد. بيدخلوا الغابة علشان يحاولوا يوصلوا للمعبد. وبعد كده بنرجع للمقابلة في الوقت الحاضر. البروفيسور ريو بيسأل الراجل المصاب
مين اللي ساعده يلاقيه؟ الراجل بيرد وبيقول الولد ساتا. وبنرجع تاني للفلاش باك وبيوصلوا أخيرا لمكان، وساتا الولد الصغير بيستخبى ورا شجرة. كيت جاية علشان تاخد صورة، وكريس بيبص على تمثال قدام كوخ صغير. ساتا بيطلب منهم يصلوا أو يدعوا، وهو بيوطي راسه للتمثال وهم بيعملوا زيه. وبعد شوية جيمس بيروح جوه كهف علشان يقضي حاجته. الباقيين بياخدوا بالهم انه مش موجود، بيروحوا يدوروا عليه، بيلاقوه وبيقول لهم يجوا وراه علشان عاوز يوريهم حاجة. بيدخلوا الكهف وجيمس بيقول ان ده منجم قديم، وانه متخيل انه ممتد الاميال لجوه. بيسأل مين هيدخل معاه. كيت مش موافقة، بتقول انها عاوزة تلاقي المعبد الاول. جيمس بيعترض تاني، بيحاول يفهم كيت انهم ممكن ما يعرفوش يرجعوا للمنجم تاني لو راحوا المعبد الاول. كيت بتقترح يسيبوا علامة علشان يعرفوا يرجعوا. بيسيبوا منديل قماش بتاع كيت كعلامة للرجوع. وبعد ما بيمشوا شوية بيلاقوا التمثال اللي صورته كانت في الكتاب. بيقربوا هم فرحانين، بيقولوا أكيد قربوا من المعبد. كيت بتبص على التمثال وبتسأل كريس ده إيه؟ بيقول لها ده المحتال اللي بيغير شكله وهو اللي بيحمي المعبد. وبيكملوا طريقهم، بس ساتا بيفضل واقف شوية يبص على التمثال قبل ما يلحقهم. بيوصلوا المعبد وجيمس وكيت بيدخلوا، بس كريس بيفضل واقف بره علشان بيلاحظ ان ساتا واقف ورا شجرة وكأنه لقى حاجة. كريس بيروح له وبيسأله لقى ايه. ساتا بيشيل جرس صغير من على الارض وبيرنه مرتين. ساتا بيقول له ان الوقت بيتأخر وان مامته هتبدأ تقلق عليه. كريس بيسأله هتعرف ترجع لوحدك؟ ساتا بيهز راسه يعني ايوه، وبيقول لكريس يفتكر يرجع قبل ما الدنيا تضلم. كريس بيوافق وبيدخل المعبد بعد ما شافه ماشي. وكيت بتصور صور للمقابر الحجرية اللي بره المعبد، وكريس بيصور التماثيل اللي جوه. وجيمس بيشتكي ان الدنيا بتضلم وان مش عاوز ينزل الجبل في الضلمة ولازم يمشوا. وكيت بترد ان معاهم كشافات تنور لهم الطريق، وبتقول له يهدى شوية، وبتبعت له بوسة في الهوا مع كلمة بحبك. فجأة كيت بتسمع صوت خروشة في الشجر قدامها. بتبص لورا فاكرة انه جيمس وبتنادي اسمه، بس ما بتلاقيش حد. كريس كمان بيسمع نفس الصوت جوه المعبد وهو بيصور، فبيبص لبره. جيمس بيرجع يظهر تاني. كيت بتقول له انها حاسه انها شافت حاجه، بس بتقول له ما يقلقش، بس الدنيا بتضلم ولازم يمشوا. جيمس بيحاول يقول حاجه، بس هي مصره انهم لازم يلاقوا كريس ويخرجوا فورا. بعدها بشويه بتبدا تتجه ناحيه المعبد وبتنادي على كريس وهو بيرد عليها. فجاه ايد بتطلع من تحت الارض وبتسحبه لتحت جوه نفق. كيت وجيمس بيسمعوا الصوت وبيجروا على المعبد. لما بيوصلوا بيلاقوا حفره، وجيمس بينط علشان يفوق كريس اللي شكله اغمى عليه. لما بيفوق كيت بتحاول تهديه وبتسأله هيعملوا ايه. كريس فورا بيقول ان في حد سحبه من تحت الارضية. جيمس بيهديه وبيقول له كله هيبقى تمام. ومتأخر بالليل بعد ما طلعوا كريس بيتجمعوا بره المعبد وبيولعوا نار يقعدوا حواليها. جيمس بيقترح يتمشوا شوية، بس الباقيين بيرفضوا وبيقولوا يفضلوا قاعدين افضل. جيمس لوحده بيقوم يتمشى، وكيت بتكلم كريس بتسأله هو حابب جيمس ولا لا. كريس بيرد انه مش زي ما كان متوقع، وبيسألها اهلها رأيهم فيه ايه. بتقول ان مامتها مترددة وان ابوها بيحاول يظبط لها مع واحد تاني بتاع جولف. وهنا بتاخد خطوة جريئة وبتقول لكريس انها لسه ما قالتش لجيمس عن موضوع البيبي، انها حامل، وان كريس هو الوحيد اللي يعرف. بتقول انها هتقوله لما ينزلوا من الجبل. جيمس وهو راجع بيسمع الكلام ده وبيوجه نور الكشاف عليها وبيسألها عايزة تقول ايه. هي بترد انها مش بتتكلم عليه هو علشان ما تضايقهوش. وهو ماشي يدخل المعبد كيت بتمشي وراه وبيتخانقوا لحد ما جيمس بيمشي بشنطة وهو متضايق، وبيقول لكريس ان في مية واكل يكفيهم لحد الصبح، وبيقول انه ناوي ينزل القرية الصبح يطلب مساعدة وبعدين يمشي. كيت وهي محبطة بتقول انهم هيحتاجوا خشب زيادة عشان النار وبتروح تجيب. وهي راجعة بتسمع جيمس بيقول للمخلوق المحتال حامل المعبد انه يروح هو بنفسه. كيت في الغابة بتدور على خشب للنار والكشاف بتاعها بيعطل، وبدأت تعيط وهي بتحاول تشغله. فجأة 4 أشكال غريبة بتظهر قدامها. جيمس في نفس الوقت شكله تايه، بيرجع تاني يلاقي نفسه عند تمثال المحتال وبيبصله وهو مش مصدق نفسه لثانية. اللحظة اللي بعدها بيكتشف ان التمثال مش موجود مكانه. بيوجه الكشاف حواليه وبيلاقي وحش بيغير شكله واقف وراه. بيترعب وبدأ يرجع لورا بالراحة. فجأة كيت بتفتح عينيها لما بتسمع صوت جاي من بعيد. بتنادي على جيمس وبتقول انها محتاجاله. كريس اللي مش قادر يتحرك بيحاول يمنعها بس مفيش فايدة. هي بتقوم علشان تدور على حبيبها. الوحش بدأ يجري ورا جيمس في الغابة لحد ما بيقع من على تل وبيفضل مرمي على الأرض. كريس دلوقتي بيلاحظ شكل غريب قاعد جنب النار. قبل ما يقوم ويقرب منه كريس بيتنفض فورا وبيسحب نفسه لورا جوه المعبد وبيقفل الباب. كيت بتشوف فانوس منور من بعيد وبتمشي وراه وهي بتنادي على جيمس. الوحش دلوقتي وصل لجيمس، بيحط ايديه على جسمه وجيمس بيترعش من الرعب انه هيتاكل.
كيت تاني بتسمع صوت ناس بتعيط وبتمشي ورا الصوت لحد الكهف اللي جيمس لقاه قبل كده. بتدخل أعمق جوه الكهف وهي بتزعق على أمل إن حد يرد عليها. كريس اللي جوه المعبد بيلاحظ إن الإيد اللي سحبته قبل كده كانت شبه إيد إنسان، والإيد دي دلوقتي بتطلع من الحفرة اللي وقع فيها. وهو ساند على الباب بيشوف 6 أطفال بيطلعوا من الأرض وعينيهم ضايعة تماما. وكيت اللي بقت جوه الكهف قوي دلوقتي بتكمل تنادي حد هنا، وهي ماشية بتسمع أصوات عياط وهي مش عارفة إن في وحش وراها بالظبط. علاوة على كده كريس بيتهاجم من الأولاد دول جوه المعبد، واللي شكل أسنانهم بقى وحشي، بيهاجموه بشراسة وبدأوا ياكلوا فيه. وبنرجع لكيت بتمشي شوية كمان وبتشوف جيمس راكع على ركبه من بعيد، بتجري عليه. لما بتوصل له بتلاقي عينيه متشالة ودم مغرق جسمه كله. بتجري ترجع لورا وبتقع فورا لما بتشوف المنظر ده. بتقوم وتبدأ تجري بره الكهف وهي بتصرخ تطلب المساعدة. بتتعب بعد ما بتجري شوية وبتوصل لطريق مسدود وبتصرخ طالبة النجدة وبتقع على ركابها وتعيط. وكريس دلوقتي بيصرخ وبيعيط جوه المعبد. والمشهد بيرجع تاني للحاضر مع البروفيسور ريو وكازانوري والراجل المتغطي بالبلاستيك. بيقولوا له ان سبب وجوده هنا هو انهم بيحاولوا يلاقوا كيت ومحتاجينه يقول لهم ايه اللي حصل لها، وبينادوا عليه باسم كريستوفر. كريس هنا بيسألهم ازاي ساتا موجود معاهم في المستشفى. البروفيسور بيسأل مين ساتا ده. كريس بيقول انه الولد بتاع القرية اللي وداهم للمعبد، وبيأكد انه موجود في الطرقة بره. هما بيقولوا مفيش اي ولد هنا، وبيسألوا تاني ايه اللي حصل لكيت. كريس بيبدأ يفتكر كل الاماكن اللي قابل فيها الولد، والولد بيبدأ يختفي من ذكرياته. البروفيسور ريو بيسأل تاني كيت فين، وبيقول انهم عارفين ان هو اللي قتل جيمس وان في فيديو دليل على كده. كريس ما بيردش لحد ما البروفيسور ريو بتجيله مكالمة وبيقول انه مش هيعترف بأي حاجة. كريس بيلمح ساتا بعيونه السودة العمية زي الأولاد العميان اللي كانوا في المعبد. فجأة في الأوضة اللي كريس فيها بيتنفض وبيقوم وبيطعن كازانوري المترجم في رقبته وبيجري يهرب. المشهد بعد كده بيتحول للمطعم اللي جنب المعبد اللي ناموا فيه، وبنشوف الجدة الست العجوز وهي بتولع شمعة وبتبص لصورة فيها 11 طفل من ضمنهم ساتا متعلقة في برواز. وفي المعبد بنشوف كيت لسه عايشة وبتتنفس. وبكده الفيلم بيقفل وهو سايب الباب مفتوح لأحداث تانية أو بداية جديدة. ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.